دلوقتي احنا في مكان من اجمل الاماكن اللي موجوده في مصر. المكان ده فيه اكتر من 200 بير وعين، وكمان ممكن تعمل فيه احسن سفاري ممكن تعملها في مصر. اهلا بيكم في واحد سيوه. النهارده اول يوم لينا في سيوه، واحنا دلوقتي في معبد امون. اللي ما يعرفش معبد امون، او هو اسمه معبد وحي امون، وده الناس زمان كانت بتعتقد ان ده اللي نزل فيه الوحي بتاع الاله امون. هما بيعتقدوا كده، احنا طبعا ما بنعتقدش كده، فده تاريخ يعني. والفيو ورا تحفه يعني. الفيو ورا هنا بص، كل ده خضار يعني، كل ده نخل، انت مش شايف حاجه غير النخل. فحاجة جامدة جدا الصراحة. احنا بقى دلوقتي هنطلع على مكان انا الصراحة كنت مستنيه جدا، فيلا بينا. احنا دلوقتي بقى وصلنا بحيرة كليوباترا. المكان اكبر مما انا كنت متخيل يعني. انا كنت متخيل ان المكان صغير، طلع كبير. الناس اللي ورا دي بتنط، كنت متخيل ان المكان اصغر من كده، بس لا، طلع كبير. وبقى ايه، النخل حواليك وكل الكافيهات حواليك في كل حتة، فانت ايه ممكن بقى تشرب اي حاجة، تشتري اي حاجة زي ما انت عايز. لسه طالعين بقى من المية. بتاع ده اختراع اقسم بالله، ده منجم الريحان، لازم تجربوه بعد ما تطلعوا من الميه على طول. منعش جامد. احلى حاجه بقى في عين كليوباترا ان هي في الشتاء الميه بتبقى دافيه، وفي الصيف الميه بتبقى ساقعه. يعني سواء انت سقعان او حران، الميه دي هتتعمل معاك الصح. طب احنا بقى بعد اليوم الطويل ده والفرهده دي بقى، كان لازم ايه نيجي نختمها بالعشاء في مكان اسمه ابرار ازوار، معناه الجبل الكبير. الوجبات هنا بقى ايه، هتلاقوا في وجبه لحمه ووجبه فراخ. فانا بقى ايه جبت وجبه اللحمه. بينزل معاها شوربه او لسان عصفور وسلطه بطاطس. طبعا ايه انا ملاحظ ان الكميات قليله سيكا، بس ايه ان شاء الله نشبع يعني. اليوم التاني بقى وايه، احنا جينا نفطر سريع كده قبل ما نروح البحيرات الملح. بعد ما رحنا فطرنا وخلصنا فطار، كان لازم نيجي واحد من اشهر الاماكن اللي موجوده في سيوه، وهو البحيرات المالحه. البحيرات المالحه دي بقى بتبقى نسبه الملح فيها عاليه جدا، يعني مهما عملت ان انت تغطس او تنزل تحت مش هتعرف. فاحنا بقى المفروض ايه هنغير دلوقتي بقى وننزل، بس بيقولوا ان الميه ساقعه تلج، فتعالوا نشوف. احنا هنا في اعظم سفاري ممكن تشوفها في مصر. احنا هنا في بحر الرمال العظيم. السفاري بقى احنا بنقف كام وقفه كده. الوقفه الاولى عشان نتصور، والوقفه الثانيه بنزور البحيرات البارده اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هي دي. احنا دلوقتي بقى بعد ما خلصنا العين البارده، جينا بقى ايه عين واحد اللي هي العين الكبريتيه اللي هي السخنه. ده بقى ايه الينبع بتاع الميه ذات نفسه، والفايض بتاعها بيروح العين الايه البارده اللي احنا كنا فيها من شويه. الفكره ان المسافه ما بينهم مفيش دقيقه بالظبط بالعربيه، ودي سخنه ودي بارده، ويعني سبحان الله. الحته دي اصلا ممكن مش هنطول فيها كتير، 5 دقايق بالكتير ولا 10 دقايق، عشان اصلا هي ما فيهاش حاجه. هو مجرد بس ايه ينبوع كده ميه سخنه بتشوفه وتمشي يعني. لو حد عايز ينزل ممكن تنزل فيه، بس الاغلب يعني بيشوفه بس كده وبيمشي. هنعمل شاي ملح فاكهه سوداني. اي وقت حابب يقعد وقت طويل بالحمام سوا، هنعمله ريلز ونطلع براحتنا. هناخد البورد دي هنطلع فوق نتزحلق، تمام. ممكن نتزحلق بطريقتين، اول طريقه اسمها انك لميت واننا لميتون. يلا بينا. النهارده تالت يوم، وجينا هنا بقى ايه قلعة شالي. المكان تحفة، المكان عامل شبه المغارة اصلا، وده المكان اللي هم كانوا بيسكنوا فيه قبل كده. والقلعة دي كلها مبنية من الكرشيف، اللي هو خليط من الطين والمية والملح. القلعة كلها مبنية بالطريقة دي. المكان كله شبه بعض يعني. انا مش عارف انا جيت من هنا قبل كده ولا لا. تقريبا سيوة كلها ممكن تشوفوها من هنا. نخل والصحراء يعني، الصحراء بعدين نخل، والناحية التانية في نخل وبعد كده مية وبعد كده صحراء. يعني هتشوفوا كل حاجة من فوق. هنا بقى اول ما تنزلوا من قلعة شالي بيبقى فيه بقى ايه البازارات وحاجات هاند ميد وحاجات كده من اهل المنطقة يعني، وحاجات لطيفة يعني ممكن نشتري حاجة. بعد ما خلصنا قلعة شالي جينا جبل الموتى،
والمكان هنا عبارة عن مقابر على شكل خلية نحل، يعني هتلاقي كده ايه حتت عالية وحتت واطية وكلها على شكل خلية نحل زي ما انتم شايفين دلوقتي. دي ايه بقى؟ كركديه. دي كركديه، انا عايز اشوف الكركديه. طعمها حلو بجد والله. هو يعني طعمها حلو طعمها جميل. البتنجان ده غريب. بسرعه اهو. ده ايه ده؟ بتنجان صعبه قوي دي. هي صعبه. هي طعمه حلو يا اسطى، طعمه جامد جامد. قوي. ده جامد قوي. البتنجان كركديه قوي قوي. والبتنجان دي طعمها جامد. بص، وبكده يكون الفلوج خلص النهارده. زي ما انتم شايفين ما لقيناش حد يوصلنا، فهنضطر نتمشى بقى كل ده. ولو عجبك الفلوج ما تنساش بقى اللايك والفولو، واشوفكم الفيديوهات الجايه، وسلام.